بسم الله أصدقائي المشاهدين، بالتأكيد سمعتم الأخبار مؤخراً. الصين تزيد من قوتها النووية بشكل كبير. لكن ماذا يعني هذا بالنسبة للأمن العالمي؟ الصين توسع ترسانتها النووية بسرعة، وتجاوزت 600 رأس نووي جاهزة للاستخدام، مع توقعات بوصولها إلى 1500 رأس بحلول عام 2035. يشمل هذا النمو بناء منصات صواريخ جديدة، وصواريخ بليستية عابرة للقارات متطورة، وأنظمة ثنائية الاستخدام. على الرغم من سياسة الصين المعلنة بعدم استخدام السلاح النووي أولاً، يخشى الخبراء من احتمال استخدام هذه الأسلحة في سيناريوهات خطيرة مثل نزاع حول تايوان. الولايات المتحدة مع امتلاكها ترسانة أكبر تشعر بقلق متزايد من تقدم الصين وإمكانية سوء الفهم. بينما تصر الصين على أن برنامجها النووي دفاعي، فإن نقص الشفافية يزيد من المخاوف العالمية. إن الحوار المفتوح ومحادثات الحد من التسلح ضروريان لإدارة هذه المخاطر المتصاعدة.